تعال اقول لك ازاي تعمل 170,000 في 6 شهور. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن مشاريع الشباب، ازاي تحقق عائد بمتوسط 28,000 في الشهر. النهارده هنتكلم عن دراسة جدوى لمشاريع الانتاج الحيواني، بس كل ما تبدأ بعدد كبير كل ما تحقق مبلغ اكبر. هنتكلم النهارده عن دراسة جدوى ل10 عجول تسمين. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم الدكتور حماد عريضة، استشاري تغذية الحيوان، وده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مشروع الشباب، مشاريع التسمين، المشاريع اللي مش محتاجة إن أنت تديها وقت كبير، المشاريع اللي مش محتاجة إن أنت تبذل فيها مجهود كبير وتحقق منها عائد ربح كويس، ممكن يصل معاك لغاية 170,000 جنيه من تسمين 10 عجول، يعني بعائد حوالي 28,000 في خلال الشهر الواحد. هيجي حد يقول لي يا دكتور ده محتاجين مبلغ كبير، ازاي انت بتقول مشروع الشباب وازاي بتقول ان هو محتاج مبلغ كبير زي ده؟ طيب تعال اقول لك ان النهارده ممكن مجموعه من الشباب يقدروا ان هم يعملوا المشروع مع بعض. لو انت عندك مقدره ماديه ممكن تعمل المشروع لوحدك، طب لو انا مش معايا مقدره ماديه ممكن مجموعه من الشباب مع بعض يبداوا ان هم يبداوا المشروع ويحققوا منه العائد اللي احنا بنتكلم عليه 170,000 جنيه خلال 6 شهور من تسمين 10 عجول. تعال نتكلم النهارده عن دراسه جدوى 10 عجول. لو افترضنا ان احنا النهارده متفقين من الاول ان انت هتصمم المزرعه صح وهتختار الحيوانات صح وهتبدا تدي علف صح، خلال الدوره دي هتحقق المكسب ده ان شاء الله. طبعا المكان لازم يكون جيد التهويه، لازم يكون نظيف، ولازم يكون فيه يكون مظلل عشان العجول ما تتعرضش للشمس في فتره الظهيره، او ان ما يبقاش عندك مشاكل التعرض للشمس. طيب تعالى بقى نتكلم عن ازاي هنحسب تكلفه المشروع بتاعك. بدايه احنا متفقين من الاول في الفيديو اللي احنا كنا اتكلمنا فيه هنربي عجول بقري ولا جاموسي ان العجول البقري اسرع في معدلات نموها واسهل في البيع، فبالتالي خلينا نتكلم عن مشاريع تسمين 10 عجول بقري. احنا هناخد المتوسط وزن العجول الامثل اللي هنبدا بيه بيبقى من 200 ل 250 كيلو. خلينا هنبدا بمتوسط 225 كيلو. سعر الشراء النهارده هتقول لي سعر الشراء وانا هشتري بالكيلو؟ طبعا يفضل ان انت تشتري بالكيلو، في فرصه كبيره جدا لان انت يتنصب عليك لو انت بتشتري بالنظر. يفضل ان انت تشتري بالكيلو عشان انت هتشتري بالكيلو وهتاكل الحيوانات بالكيلو وهتبيع بالكيلو وان شاء الله تحقق المكسب اللي بنتكلم عليه. طيب انا هشتري العجول وزن 225 كيلو، فبالتالي الوزن ده متعارف ان سعر الكيلو فيه بيبقى حوالي 200 جنيه للكيلو، يبقى انا هنا العجل الواحد هيكلفني حوالي 45,000 جنيه ثمن شراء العجل. طيب العجل ده انا هسمن فتره قد ايه؟ فتره 6 شهور اللي هم 180 يوم. طب خلال ال 180 يوم العجل هياكل قد ايه؟ هنقول ان العجل بياكل 2% من وزنه علف مركز. 2% يعني متوسط حوالي 1200 جرام في الايه خلال ال 180 يوم. ال 1200 جرام دولت لو احنا ضربناهم في متوسط سعر الكيلو حوالي 15 جنيه للكيلو، يبقى هيعملوا حوالي 18,000 جنيه، يعني 18 ونص على حسب ايه اللي احنا بندي متوسطات. لو افترضنا ان هم 18 ونص، طيب هياكل علف خشن قد ايه؟ لو احنا اعتمدنا على ان احنا هنستخدم التبن كعلف خشن او ماده مالئه بس، هنقول ان العجل بياكل حوالي 1% من وزنه، فبالتالي هنا العجل هياكل حوالي 700 كيلو مثلا خلال الدوره 6 شهور في متوسط سعر 5 جنيه للكيلو، يعني هيبقى حوالي 3,500 جنيه ده سعر التبن. يبقى احنا عندنا ثمن العجل 45,000، هياكل علف مركز بحوالي 18,000 ونص، هياكل علف خشن اللي هو التبن حوالي 3,500 جنيه، وكمان هنحط عندنا التحصينات والادويه اللي العجل هيستخدمها، وكمان الميه والكهرباء هنحط حوالي 1,500 جنيه للعجل خلال ال6 شهور. فبالتالي انا هنا عندي حوالي 68,000 جنيه دولتي اجمالي التكاليف عندي كلها. طيب انا هبيع بكام عشان احقق ربح؟ الوزن الامثل للبيع بيبقى حوالي 450 كيلو. 450 كيلو يعني انا العجول عندي دي بتزيد بمعدل ما يقرب من كيلو 100 لكيلو 200 في اليوم، يعني هتحقق لي حوالي فتره 180 يوم العجول هتحقق حوالي 225 كيلو عشان توصل لوزن 450. وزن 450 في سعر البيع لو قلنا ان سعر البيع عندي حوالي 190 جنيه في موسم الاضاحي، يبقى انا هنا العجل هيتباع عندي بحوالي 85,000 ونص. ده سعر البيع. لما نيجي
نخصم التكاليف من سعر البيع هنلاقي ان التكاليف بتاعتنا حوالي 68,000 او 68 ونص، هيبقى عندنا عائد ربح او هامش ربح من العجل الواحد حوالي 17,000 جنيه. طيب انت بتقول في اول الفيديو يا دكتور ازاي تحقق 170,000 جنيه؟ ده حاسبينه على اساس ان انت هتعمل 10 عجول. طب اقل من كده، كل ما انت هتزود كل ما هتزيد ارباحك، كل ما هتقلل كل ما الارباح بتاعتك هتقل او العائد من العجول هيقل. يعني انت لو ربيت 10 عجول هيبقى العائد بتاعك حوالي 170,000 جنيه خلال الست شهور، ما يعادل حوالي 28,000 في الشهر. الدراسة ديتي على متوسط أسعار السوق في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تدعمنا عشان نقدر نستمر ونجهز لك محتوى يفيدك. وما تنساش متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب. وما تنساش ما تربيش وخلاص.